هنجرب مع بعض النهارده مولتو فورني. كل مره بروح السوبر ماركت بشوفه في التلاجة مكتوب عليه ان ممكن يتخبز في الفرن او في القلايه الهوائيه، فقلت اجيبه المره دي عشان اجربه معاكم واقول لكم رايي فيه. هو عباره عن عجينه باف باستري. انا اخترت النوع اللي بالجبنه الرومي. الكيس ده فيه 6 قطع ومكتوب عليه ان ممكن تعمليه في الفرن. مده التسويه من 20 ل 25 دقيقه في الفرن، وتكوني مسخنه الفرن قبلها. لكن لو هتعمليها في القلاية الهوائية هتاخد من 10 دقايق ل 15 دقيقة بالكتير، ومدة التسوية ودرجة الحرارة بتختلف حسب نوع القلاية. وكاتبين ان التجربة افضل تدهني وش العجين اللي هو الباف باستري بالبيض. انا هجربه مرة بالزبدة ومرة بالبيض واقول لكم رأيي فيه بصراحة. هنفتحه مع بعض. ودي كانت اول صدمة. دول 6 قطع. انا عارفة ان هما 6 قطع بس انا اخترتها 6 قطع كبيرة، في منه مقاس صغير شوية. دي 6 قطع كبار، المفروض ان هما كبار ب60 جنيه، يعني قطعة صغيرة. برضو في كيس تاني 6 قطع بس مقاس الباف باستري اصغر، يعني المفروض ان نص المقاس ده ب30 جنيه. انا طلبت الكبيرة برضو ما طلعتش كبيرة، الكبيرة برضو طلعت المقاس ده ب60 جنيه. طبعا السعر مبالغ فيه. تعالوا نجربها مع بعض ونشوف تستاهل السعر ده ولا لا. انا سخنت القلاية فاضية الاول على درجة حرارة 180، وبعدين دهنت الشبكة وحطيت الباف باستري ودهنت وشها بمعلقة زبدة سايحة، وهشغل على درجة حرارة 180 10 دقايق بس كفاية. طلعت شكلها محمرة اهي واخدت لون. ما تزوديش عن 10 دقايق، مش مستاهله اكتر. واخدت لون من ناحيتين لان انا مش حاطه تحتها ورقه زبده ولا حاجه، فاتحمرت من جهتين. هي بصراحه كانت هشه، وسمع صوتها عامل ازاي، هشه جدا وريحتها حلوه. بس لسه الطعم بقى ما نجرب. بصراحه في حاجه طعمها غريب كده، يعني حاسه في مراره كده، الزبده بتاعتها مش حلوه او في حاجه مش عارفه. يعني هجرب القطعتين الباقيين وادهن على وشهم بيض زي ما هما كاتبين، يمكن تبقى احلى. المرة دي حطيت ورقة زبدة تحت عشان الهرد كان ملا القلاية خالص، مع ان المفروض المعجنات ما تحطيش تحتيها ورق زبدة عشان تستوي كويس. وهحط شوية حبة البركة كده على الوش ونجرب المرة دي برضو 10 دقايق على درجة حرارة 180. وزي ما توقعت ان هتلزق في ورقة الزبدة، مش هتستوى كويس من تحت. شايفين من تحت كده طلعت معجنة شوية عشان من تحتها ورق الزبدة. افضل حاجة المعجنات ما نحطش تحتها حاجة او نحط مفرش السيليكون المخرم. ورأيي بصراحة انها تجربة مش هكررها تاني، لان الطعم مش زي ما كنت متوقعة. ده غير ان سعرها اوفر على الكمية. يعني بال60 جنيه دي ممكن تجيبي عجينة باف باستري وتشكليها زي ما انت عايزة، تعملي منها ميني بيتزا وباتيه بالجبنة الرومي او بالجبنة والزيتون، كل اللي انت عايزاه، وهتبقى ضعف الكمية دي 3-4 مرات بنفس السعر.